قيل لهم أن كل الثوار هم من داعش، وهذا غير صحيح. هناك يعني أهالي المنطقة هم من يديرون النينوى اليوم، هم أهالي الموصل وليسوا ناس من خارج الموصل، وهناك قيادات عسكرية للجيش السابق، وهناك ناس يعني قيادات عشائرية، وهؤلاء لا يريدون تقسيم العراق. الأوضاع في الموصل يتصلون الآن، ليس هناك اتصالات، لكن لحد الأمس يتصلون من الموصل وهم قلقين علينا، يقولون هم بخير، لكن قلقهم على الموجودين في بغداد وفي محافظات أخرى. فالحقيقة الصورة أعطيت مشوهة للقيادات الأخرى، والسيد المالكي يدفع نحو الحرب بكل وضوح. تقديم كل معاني التقدير والثناء والعرفان لمقاتلينا الأبطال في سوح الوغى وفي ساحات القتال. واليوم رأينا أهالي الحمدانية يرقصون ورقصت قلوبنا معهم. أنا أقول لك لم تنقطع عني الأخبار في يوم من الأيام منذ يوم احتلال الموصل في حزيران 2014 إلى يومنا هذا. تصل هناك شباب في داخل الموصل شجعان يعني يوصلون الأخبار، وأنت تعرف يعني الكثير منهم تم إذابتهم بالتيزاب، حتى هذه الطريقة المشوهة في التعامل مع أهالي الموصل، مع المواطنين في الموصل. مع ذلك هم تحدوا الإرهاب، وكل المعلومات كانت تصل إلى أجهزة المخابرات وإلى الأجهزة المعنية بهذا الأمور حول تحركات داعش داخل المدينة. أنت إذا تتابع في الأسابيع حقيقة في الأشهر الأخيرة كان تنظيم داعش الإرهابي يشتم ويسب على أهالي الموصل في منابر الجمعة وفي خطب الجمعة، لأنهم لم يتعاونوا معه.